من أهم عناصر تميز سيد درويش وريادته في الموسيقى المصرية هو إدخاله لفكرة الأوبرات في المسرح الغنائي. والأوبرات عبارة عن شكل مصغر وأخف شوية من الأوبرا، بيخلط ما بين الغنى والتمثيل والحوار اللي بيتقال عادي وكمان الرقص، وغالبا بيكون فيه كوميديا أو رومانسية خفيفة، وبيكون أقل تعقيد في المزيكا والحدوتة بتاعته من الأوبرا الكاملة. سيد درويش لقى في الأوبرات القالب المثالي اللي يقدر بيه يكلم الجمهور المصري ببساطة وفاعلية، فاستغل القالب ده عشان يقدم مسرح غنائي شعبي يعالج قضايا المجتمع والسياسة بلغة بسيطة وألحان تجذب الناس. الأوبريتات دي كانت بتجمع ما بين الكوميديا والدراما والمزيكا اللي بتعبر عن الشخصيات والمواقف، وده خلاها ناجحة نجاح مش طبيعي، وخلت الناس تتعود على نوع جديد من الفن. وبمناسبة أوبرات الباروكا، الأوبرات ده متاخد من أوبرات اسمه لا ماسكوت للموسيقي الفرنسي إدمون أودغون. وعلى حسب كتاب في المسرح المصري المعاصر اللي كتبه محمد مندور، فأوبرات الباروكا اللي اتعرض لأول مرة على مسرح في شارع الجمهورية ضم 13 لحن، ده غير الحوارات التمثيلية اللي كانت ما بين الألحان دي. وبيقول مندور في كتابه إن الأوبرات كان فيها إيقاعات فالس كان واضح فيها قوي تأثر سيد درويش بالإيقاعات الأصلية اللي استخدمها أودغون في اللحن الأصلي. بس الاختلاف المهم هو إن سيد درويش حافظ في ألحانه على نغمة الطرب بتاعنا. سيد درويش موقفش في تطوير الموسيقى المصرية عند كده وبس، فمثلا كان ليه دور كبير في إضافة آلات موسيقية غربية على التخت الشرقي زي البيانو وكتير من الآلات الوترية والنحاسية. وإن كانت في مصادر بتقول إن ده كان موجود فعلا، بس استخدامها كان كله للزخرفة بس، إنما سيد درويش استخدمها بشكل أساسي في التوزيع عشان تضيف لفكرة الهارموني. وده بيبان مثلا في موشح يا ترى بعد بعادك اللي الآلات الوترية الغربية فيه بتعمل طبقات صوتية مختلفة بتدي إحساس أعمق للحن الموشح، اللي يعتبر نموذج مثالي للتعبير عن أفكار سيد درويش الموسيقية، سواء على مستوى الهارموني أو على مستوى البوليفونية أو الطبقات الموسيقية. وحتى الآلات الشرقية اللي كانت موجودة في التخت الشرقي استخدامها اختلف خالص مع سيد درويش، فبنلاحظ إن العود بقى مستخدم كآلة مصاحبة مش بس آلة تلحين، وبقى فيه جمل موسيقية بترد على بعضها بآلات مختلفة. سيد درويش كمان ما التزمش بالمقامات الشرقية القديمة بشكلها الجامد، تخلط بين مقامات مختلفة وعمل فيها تعديلات، وكمان استخدم إيقاعات وأوزان جديدة ما كانتش منتشرة في المزيكا المصرية، وده ضاف حيوية وتنوع كبير لأعماله، زي لما استخدم إيقاعات سريعة وحماسية في أغانيه الوطنية زي قوم يا مصري اللي كانت بتختلف عن الألحان الهادية وقتها، أو لما خلط بين المقامات في أعمال زي أهو ده اللي صار.